درهم قراباطة ودرهم 1974 بان فيهم نسخة واحدة في خط ميداي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لجميع المتتبعين والمتتبعات أينما كانوا. الفيديو اليوم غادي نجاوب فيه على سؤال يطرحوا علي الكثير من المتتبعين بخصوص هاد الدراهم المغربية، درهم قراباطة 1965 ودرهم ديال 1974. كيسولوني واش خرج فيهم شي قطع نقدية تسكت بطريقة الميدالية في خط ميداي. الجواب ديالي على هذا السؤال هي أن جميع القطع النقدية المعدنية في العالم يمكن يخرج فيها هذا الخطأ ديال في خط ميداي. مثلا القطعة تكون خصها تسك بطريقة النقود في خط موني، ولكن تخرج عن خطأ بطريقة الميدالية في خط ميداي، وهذا كيوقع في جميع أنحاء العالم. والمعلومات اللي وصلتني بخصوص درهم قراباطة ودرهم 1974 أن ما عنديش الفيديو باش نوثق هذه المعلومات، وإن شاء الله منين توفر على الفيديو غادي ننزلو في القناة باش تعم الفائدة على الجميع. المعلومات كتقول باللي درهم قراباطة ودرهم 1974 بان فيهم نسخة واحدة في خط ميداي عند واحد الشخص، وهذا الشخص ما بغاش يبيعهم رغم أنه عطاوه فيهم أكثر من 300 يورو. عنده الحق، إذا كان هذا الشيء صحيح يعني يستاهلوا أكثر، لأن نادرين لحد الآن بانت نسخة واحدة. فهذه القطع النقدية ديال في خط ميداي درهم قراباطة ودرهم 1974 فهي جد نادرة مقارنة مع القطع النقدية الأخرى، الدراهم الأخرى فبانت منها الكثير. فلهذا دائما المختصين والهوات اللي عندهم دراية في هذا الميدان كيبحثوا في النقود ويتمعنوا فيها، ربما يلقوا فيها أخطاء من هذا النوع اللي كتكون نادرة وعندها قيمة كبيرة. كنتمنى تستافدوا من هذه المعلومات، وبالتوفيق للجميع. دمتم في رعاية الله وحفظه.